الكل يعلم الأبناء في المدارس والجامعات. ما دام نبينا قد سري به إلى سدرة المنتهى إلى المحل الأعلى فإنما ذهب ليلقى الله، وفعلا لقى الله وتجابرا معا، ولم يبقى إلا أن نقولا وأخذا عديقات سويا وبركا جميعا وشربة ماء. نستغفر الله من هذه. أن سماوات العلا محل للملأ الأعلى. أراد الله أن يري نبيه لنريه من آياتنا الكبرى وليس لنريه الذات الإلهية. أراه الله عجائب قدرته، تصريف ملائكته للكون، فمن ملك للموت، ومن ملك للوحي، ومن ملك للأرزاق، ومن ملك لأمور عدة. أوعز الله وهيأ الله ملائكته وأعطى كلا مسؤولياته، لكن محمدا لم ير ربه ولم يلتقي ربه. وهذا البخاري يقول في صحيحه عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء؟ قالت: يا هذا لقد قف شعري، لقد قف شعري مما قلت. 3 من حدثكهن فقد كذب، 3 من حدثكهن فقد كذب. أما الأولى من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الثانية من حدثك أن محمدا يعلم الغيب أو يعلم ما في غد فقد كذب. الثالثة من حدثك أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي فقد كذب. ثم نأتي بعد، فتشوا بطون الكتب، قالوا: رأى الإمام أحمد بن حنبل ربه في المنام 3 مرات. رأى الأستاذ الإسفرائيني من الشافعية رضوان الله عليهم ربه في المنام عدة مرات. نبينا لم يره وأنتم ترونه. ربينا لا يجوز أحد أن يدعي رؤية الله، بل إذا رأينا أحد يقول: اللهم إنا نسألك رؤية وجهك فلنستغفر الله. ولقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.